وحشتوني، والنهارده انا جاي اوريكم حاجه انتوا عارفينها كويس قوي. بص معايا كده، تفتكر ايه ده؟ هفترض ان انت معرفتوش، وانا يا سيدي هقول لك ان ده فلفل اسود، بس تفتكر ان انا هجيبك واقعدك واضيع من وقتك علشان بس اوريك فلفل اسود ده؟ طبعا لا. النهارده انا جايب لك الاصل بتاع الفلفل الاسود. بص معايا كده على الجمال والابداع الرباني، شكله تحفه وهو لسه اخضر. العنقود تحس ان الحبوب اللي فيه مرسومه جنب بعضها، وسبحان الله تحس ان الحجم كله قريب جدا من بعض. لما بيتزرع بيبقى شكله باللون ده، ويبدا يغمق شويه فيوصل للون ده، ويغمق اكتر ويوصل للسواد الجميل ده. وبالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده بقى عندك شكل الفلفل من اول ما بيبقى اخضر لغايه الشكل اللي انت متعود انك تشوفه بيه. تعالى بقى نغامر ونجرب طعم كل مرحله فيهم عامله ازاي. نبدا باللي احنا عارفينه. بسم الله. انا بحب طعم الفلفل الاسود قوي. هو والحبهان لما بلاقيهم باكلهم عادي يعني. طعم الفلفل الاسود طبعا اللي انت عارفه ما فيهوش اي اختلاف، سنه اللسعه الخفيفه اللي فيه دي انا بحبها قوي. نجرب بقى المرحله اللي قبليها. دي المرحله اللي قبلها، شايف الحبايه شكلها عامل ازاي؟ بسم الله. ايه ده؟ ده جميل. اه. ريحه الفلفل الاسود هنا حلوه قوي. ريحه الفلفل الاسود في المرحله دي قويه جدا جدا جدا، ماليه بقي كله. ده غير ان نسبه الحراره فيها اعلى بكتير. البتاع ده جامد، مستمتع بيها. طعم الفلفل الاسود في المرحله دي ابتدى يتحول لطعم اقوى مع ريحه الفلفل الاسود اللي بتبقى مايله هنا لان هي تكون ريحه عطريه. نكمل المفاجات وندخل على المرحله اللي قبلها. شايف شكل الحبايه في المرحله دي بيبقى عامل ازاي؟ بسم الله. فيها سنه سكر خفيفه خالص، حلو قوي. الموضوع عجبني. نسبه الحراره اللي فيها عاليه برضو، بس انا مش قادر اميز اني فيهم اعلى من مين، لان انا طبعا خلاص بقي بقى كله ملهلب دلوقتي. حلوه، لكن تفضل المرحله دي الاقوى لغايه دلوقتي. على فكره من الناس اللي بتاكل شطه كويس قوي، بس الفلفل فعلا قبل ما يتحمص كده الحراره اللي فيه بتبقى عاليه. يلا ندخل على المرحله الاولى خالص وهو لسه اخضر. شايف شكل الحبايه بيبقى عامل ازاي؟ بسم الله. اه. هنا الريحه العطريه زادت اكتر واكتر. الحراره مش قادر اميزها خالص لان بقي ملهلب. في المرحله دي بيظهر سنه مراره بسيطه قوي مش هتحس بيها غير لو ركزت في الطعم كويس في بقك. خلينا افاجئك واقول لك ان الفلفل الاسود اصله فاكهه، لكن بعد كده بدا يتم استخدامه كتوابل. الفلفل الاسود موطنه الاصلي الهند، والمصدر الاكبر ليه دلوقتي في العالم هو فيتنام. الفلفل الاسود منجم من الفوائد، غني بمضادات الاكسده ومضاد قوي جدا للالتهابات، بيقلل من اعراض قرحه المعده، في مواد مضاده للبكتيريا والجراثيم وده بيخليه مفيد جدا لصحه الفم والاسنان، بيساعد على تحسين الهضم والحفاظ على صحه الامعاء، بيساعد جدا على تحسين صحه البشره. الفلفل الاسود من العلاجات الطبيعيه اللي بتساعد على العلاج من الجيوب الانفيه والاحتقان بتاع الزور. وطبعا مع كل الفوائد اللي قلناها دي لازم يتم استخدامه باعتدال، لان في مواد ممكن في بعض الاوقات تكون مضره جدا للجسم. ونيجي لقطه السعر. كيلو الفلفل الاخضر ده عامل في حدود ال1000 جنيه، فلو لقيته عايز تدخل تجربه جديده هاته، انما في العادي ما تجيبوش عشان انا جبته مكانك.